لو انا جيت قلت لك ان انا اللي حصل لي ده بسبب ضغوط الكوره فبقول لك اي كلام يعني، لكن اللي حصل معايا ما حصلش مع لعيب، مع بني ادم. الله يرحمك يا احمد رفعت. هطول عليك في الحلقه، بس الحلقه هنحاول نجيب فيها كل الحقيقه على قد ما نقدر. بنتكلم في حق ميت، ونبدا من هنا ونجيب اصل الحكايه. الحكايه بدات من رمضان، مع صفاره حكم ان في حد واقع في الارض. يلا بينا. تبدا الحكايه في رمضان في الملعب، فجاه صفاره الحكم واحمد رفعت الله يرحمه واقع في الارض. يبدا يبان على اللعيبه ويجروا عليه احمد رفعت بيموت. احمد رفعت جاله وقوف في عضله القلب مفاجئ في قلب الملعب. الناس كلها منهارة ومش مصدقة الصدمة، فريق والجمهور وعربية الإسعاف تاخده وتطلع بيه والجمهور مش مصدق، ويبدأ الحكاية رحلة أحمد رفعت. تبدأ الدنيا تتقلب، ومن هنا أحمد رفعت وقع في الأرض. إيه اللي حصل؟ أحمد رفعت جاله هبوط في عضلة القلب ووقع في الأرض. الناس ابتدت تسأل عليه ولاعيبة الكورة راحوا له، الدنيا كلها كانت عنده، الناس كانت موجودة عنده باستمرار، وكلنا دعينا لأحمد رفعت إن ربنا يقومه بالسلامة. ومحدش عارف ايه السبب قبل ما يطلع مع ابراهيم فايق ويقول الحقيقة اللي صدمت الناس كلها. ومنها قلنا ان احمد مات مقهور، احمد اتضغط نفسيا ومات مقهور. نطلع ونشوف احمد لما قام بالسلامة الله يرحمه في عيد الفطر، هنأ الناس وشكرهم وقال لهم ايه. يلا بينا عشان ترتيب الاحداث ما يضيعش مننا. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الفطر المبارك حبيت أشكركم على دعواتكم ليا طول الفترة اللي فاتت، وبفضل دعواتكم الحمد لله ربنا عداني من اللي أنا كنت فيه. حابب أشكر دكاترة مستشفى زمزم اللي عملوا مجهود غير عادي الحقيقة في الموضوع بتاعي، واستكمالا لده دكاترة مستشفى وادي النيل الحمد لله بفضل دعواتكم وبفضل ربنا ومساعدة الدكاترة طبعا قدرت أوصل للمرحلة اللي أنا فيها دلوقتي. الحمد لله قادر يعني عديت المرحلة الصعبة، الحمد لله الأمور استقرت بشكل كبير. فحابب أشكركم وأشكر الناس اللي اهتمت وكانت موجودة وكانت بتزورني وكانت دايما بتطمن عليا، ومفيش حاجة تانية أقدر أعملها غير إن أنا أشكرهم من قلبي. كل الدعم اللي وصلني طول الفترة اللي فاتت إن شاء الله رب ما نشوفش أي حاجة وحشة في أي حد، الناس كلها تبقى في خير وصحة وسعادة، وكل الناس تبقى في أحسن حاجة يعني. أشكركم وحبيت أطمنكم، الحمد لله الأمور كويسة وأشكركم. الله يرحمك يا أحمد رفعت. بعديها يا جماعة يطلع شوبير ويطلع في البرنامج بتاعه يلمح تلميحات كده ويتكلم عن موضوع المنشطات على لاعبنا الراحل أحمد رفعت. صراحة يلا بينا نشوف. اهم حاجه بالنسبه لي هي حاله ابننا ونجمنا ولاعبنا احمد رفعت. انا الحقيقه عندي مفاجاه النهارده وانا مستغربها، لانه احنا بقالنا كام سنه كده دخلنا في موضوع الكشف المفاجئ عن المنشطات في بطوله الدوري العام. الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك. وكأن ربك سبحانه وتعالى ليه حكمه انه يرجع احمد للحياه تاني وقلبه يشتغل تاني، علشان يطلع مع استاذ ابراهيم فايق ويقول الكلمتين دول. مسؤول كوره كبير واعلامي كبير كانوا السبب في قتل احمد نفسيا قبل قتله في الحقيقه، والله يرحمه يموت، وكان السبب ودي اقدار وقوف في عضله القلب. بس السبب الرئيسي كان باين من كلام احمد الله يرحمه مع استاذ ابراهيم فايق. يلا بينا نطلع ونشوف. لكن كابتن هيثم عارف الموضوع، نادر عارف الموضوع، كل الناس في النادي عارفين الموضوع، عارفين اللي حصل بالظبط. حاجه في حد مسؤول عنها؟ طبعا في ناس مسؤولة عنها، شخص بعينه او شخصين بعد كده كمان فوجئت. للاسف الناس دي ناس مسؤولة في البلد، ودي حاجة ما تطمنش يعني انك ان شخص يبقى مسؤول في البلد وما يبقاش حريص على مصلحة البلد. مسؤول في الكورة ومسؤول في البلد، يعني ناس مسؤولة في البلد المفروض ان ليها بوزيشن، يعني البوزيشن ده المفروض انك بتستغله لصالح البلد، لصالح الناس وتساعد بيه الناس، لكن انك تأذي بيه بني ادم دي حاجة كانت صعبة جدا، ونتيجتها حصلت فيا. ونتيجتها حصلت
فيا. ده كان سبب رئيسي اللي خلى احمد يحصل له اللي حصل له. احمد مات قهرا، وانا لله وانا اليه راجعون. ويموت احمد بس حقه ما يموتش. كهربا شال النعش. الله يرحمك يا احمد، حقه فين؟ طب احمد حكى لمين بالظبط؟ دكتور احمد اشرف. يلا بينا نسمع منه. لان انا زي ما بقول لك احنا قعدنا نفتش عن السبب طول الفتره اللي فاتت دي، او طبعا الدكاتره من اول يوم وانا من بعد ما بدات افوق. لكن لما حكيت لدكتور احمد قصه كنت عنده من فتره، يعني حوالي اسبوعين مثلا، فحكيت له اللي حصل معايا بالظبط الفتره اللي فاتت دي، فهو نفسه قال لي طبعا. مواضيع وكلام كتير جدا، بس الاكيد ان احمد اتحبس 6 شهور. ده اكيد. احمد اتفقوا معاه على صفقه، اتفق ان هو هيتباع للامارات، وان هو هيتحل له مشكله الجيش بتاعته، وان هو في نوادي هتشتريه، وان الموضوع كبير جدا. ونسمع اقاويل كتيره جدا، ونسمع استاذ مرتضى منصور طلع قال حقه هيجي ومش هيضيع، ونشوف بوستات وفيها كلام وكلام كبير جدا. يا ترى ومين هو المسؤول ومين هو الاعلامي الكبير؟ كلام كتير بيتقال. يا ترى المسؤول ده هيطلع يتكلم؟ يا ترى الاعلامي ده هيطلع يبرأ نفسه؟ طب الحقيقه فين؟ الحقيقه عند الناس اللي احمد حكى لهم، عند النادي اللي احمد كان بيلعب فيه، عند زمايل احمد ولاعيبه الكوره اللي معاه في الفريق. الساكت عن الحق شيطان اخرس. احمد النهارده في رحمه ربنا اللي هو ارحم عليه من اي مخلوق. النهارده احمد مش معانا، وبكره انت يلي ساكت عن حق احمد وعارفه عشان خايف هتبقى مش معانا، وانا هبقى مش معاكم، وكلنا اموات ولاد اموات. بس على الاقل الحقيقه تبان، لان اللي فاكر نفسه هيضغط على الناس بسلطته، سواء كان مدير كوره او سواء كان حد مسؤول، ايا كان فين مكانك، مهندس في شركه كبيره عندك حقوق تضغط على العمال فتقهرهم وتعمل اللي انت عايزه من مصالح ومن حاجات ومن شياطين وتفكير صهيوني ازاي تضغط على البني ادم اللي قدامك كعبد. لا، نحن عبيد لله وليس لمخلوق. انت انسان زيك زينا، وليك كبير وفي رئيس ورئيس يرقصه ورؤساء وتسلسل وظيفي. ايا كان مكانك انت مش لوحدك تؤمر وتنهي وتضغط على نفسية البشر وتضغط على الناس والناس تموت قهر والموضوع يعدي. هيبقى في حساب. الحقيقة فين؟ هتبان. الله يرحمك يا احمد، احنا بنعمل اللي علينا، واتمنى الحقيقة ما تقفش عندكم. البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون. وربنا يا ابني يصبر اهلك يا رب، وحقك هيجي يا احمد، وتكون عبره لمن لا يعتبر اي حد هيضغط على ناس شغاله معاه. بلد فيها قانون وهيتحاسبوا، واحنا عندنا كل الثقه في عداله بلدنا. لايك واعاده نشر، وتابعوني علشان نكمل ونوصل للحقيقه. شرفتوني جدا.